وصل للمهاجم واكتملت القطعة اللي كانت ناقصة في البازل بتاعت مارسيل كولر، وبقى قدامه الفريق اللي بيحلم بيه، وتقريبا حقق كل احلامه في الاهلي. فانا متشوق جدا عشان اتفرج على الموسم الجديد بتاعت النادي الاهلي اللي هو هيبتدي بكره قدام اتحاد العاصمه، وماتش بقى في السوبر وبتاع، وفي شويه كلام حلو. انا مش هتكلم على الماتش كتير على قد ما انا عايز اتكلم على الباتر فلاي افكت، او ايه اللي بيحصل مخلي المهاجم ده مهم جدا. لان عدم وجود مهاجم الموسم اللي فات كان ممكن يسبب لك مشاكل كتيره جدا، من ضمنهم ان انت تطلع واخد بطوله سوبر يعني كده اي كلام في النايت. يعني للدرجه دي؟ طبعا للدرجه دي. الموضوع فيه شويه تفاصيل كده لازم احكيها لك. بس قبل ما احكي لك التفاصيل انا عندي سؤال ليك، وهو السؤال: الموسم اللي فات لمارسيل كولر الراجل خد درجه كبيره قوي، وخد يعتبر 10 من 10. هل انت متوقع ليه بدايه من الموسم اللي هو هيبتدي بكره ان هو ياخد نفس النتيجه ولا لا؟ فانا احمد ياسر، ده برنامج جول مشترك. يا ريت تشترك على القناه وتدينا لايك الحلو على الفيديو ده، وتعمل له شير. اعمل شير للفيديو ده عشان فيه شويه كلام مهم عن تاثير المهاجم قبل وبعد في النادي الاهلي، وماذا تتوقع للموسم اللي جاي. بعيدا عن ان كولر لما جاب في الاول الناس كانت بتقول ان هو قاعد بقاله سنتين في بيته، الراجل ده انجازاته ايه والكلام ده كله، هنحط الجانب ده على جنب. ولكن الراجل بدا الموسم بلعيبه هو ما اختارهمش تقريبا، وصفقات هو ما جابهاش. فلما بدا الموسم كان ماشي بشكل كويس، خد دفعه قويه قدام اتحاد منستيري ب 3-0، وبعد كده هو راح يلعب السوبر قدام الزمالك وكسب 2-0. فطبعا الكره بتاعت زكريا الوردي الغلط اللي هي عيني ركبته الطياره ورجعته بلده تاني، والدنيا كانت ماشيه تمام. بس الراجل حاسس ان هو بينتج فرص كتيره جدا، ونتيجه الفرص دي ما بتترجمش الاهداف. وظهرت المشكله دي بشكل كبير جدا في شهر ديسمبر 2022. شهر ديسمبر ده كان في بدايته كده في 3 تعادلات. الاهلي خد فيوتشر 1-1، وبعدين خد سموحه 0-0، وبعدين سيراميكا كليوباترا 1-1. فالموضوع كان واضح جدا ان النادي الاهلي كان عنده ازمه في موضوع المهاجم. طب ايه المشكله في تعادلات ديسمبر، او اللي حصل في تعادلات ديسمبر؟ قبل ديسمبر كولر كان ماشي بطريقه ان هو بيطير علي معلول جنب احمد عبد القادر. دايما كنت هتشوفهم الاثنين قدام جنب بعض، والمساحه اللي ورا دي كان بيغطيها حمدي فتحي. فالنتيجه كانت ايه؟ ان احنا بننتج عدد من الفرص بشكل كبير جدا للمهاجم او للاطراف، ولكن في النهايه بتنتهي ان محدش بيعرف يترجمها. وعلي معلول اللي عمال بيرفع عرضيات ده مفيش حد بيحطها بدماغه، فبالتالي انت الطريقه دي مش نافعه. انت محتاج حد هداف يجيب لك اهداف. فبدايه من يناير او في اواخر ديسمبر ايه اللي حصل؟ ابتدت الفكره تختلف، ان حمدي فتحي ما يرجعش يغطي ورا علي معلول، علي معلول يثبت شويه وما يطيرش جنب عبد القادر، ولكن حمدي فتحي هو اللي يخش جوه ال 18 ويلعب لاي حد جاي له، او هو يحط بالهيد، او ان هو يجيب جول. فبالتالي الهداف بتاع كولر بقى لعيب خط وسط. الهداف بتاعي هو لعيب خط وسط، المهاجم بتاعي بقى لعيب خط وسط. يا جماعه هو ده كان الوضع بعديها. فالراجل كان بيحاول يحل المشكله، ولكن بعد كده المشكله دي سببت له مشكله تانية، ان انت لما دخلت على كاس العالم للانديه ما عندكش بروفايل مهاجم تقيل، وفكره ان انت لعيب يجي من النص يخش دي مش هتنفع مع فريق تقيل زي اللي قدامك. فانت محتاج مهاجم بيسجل من نص فرصه، لان عدد الفرص اللي انت بتصنعها في الدوري او في افريقيا مش هتقدر تصنع نفس العدد دوت قدام فريق زي ريال مدريد. فبالتالي هنصنع 3-4، ال3-4 دول لازم يجي منهم واحده او اثنين، فده قدام ريال مدريد. فبالتالي الماتش ده كان محبط. دخلت بعد كده على ماتش فلامينجو كان برده محبط بسبب طرد خالد عبد الفتاح. رحت بعد كده افريقيا لعبت الهلال خسرت هناك، وبعد كده رحت واخد صن داونز تعادل هنا 2-2، ورحت بفضيحه جديده هناك 5-2. فبالتالي انا بالنسبه لي لما توصل للمرحله دي في شهر 3 مع مارسيل كولر، هتقدر تقول ايه؟ شد لي خط كده يا اسطى. خلاص كده انت لسه بتجرب يا باشا، فهنقول لك ان انت بتجرب من الاخر كده. ايه، ركز بقى في الدوري عشان افريقيا خلاص راح. يرجع اطهر ظاهر هو اللي يرجعك تاني للصوره وتكون موجود. فمارسيل كولر يستغل الفرصه ويقول لك ايه؟ انا لازم اركب، ويفضل يكمل بنفس الوتيره دي لحد نهايه البطوله، ان هو ياخد واحد في الثاني في الثالث ويجيب اهداف. ولكن برضه ستيل نفس المشكله موجوده، هو عدم وجود مهاجم. عدم وجود مهاجم كان ممكن يعمل لك في ماتش الوداد مشكله، بس محمد عبد المنعم انقذك. بس في النهايه قصه المهاجم كانت بتتحل عن طريق القادمون من الخلف او عن طريق الاطراف. فوجود مهاجم هيخلي كولر يبطل يفكر في كل الافكار اللي كان قاعد بيلعبها دي عشان يحل ازمه المهاجم، وهيركز اكتر على تطوير بعض الجوانب الدفاعيه اللي موجوده في الفريق. هيركز اكتر على تطوير بعض الجوانب الفرديه اللي موجوده عن اللعيبه، اكتر من انا بدور على تكتيك عشان اخرج منه من التكتل. انا ما عنديش مهاجم، انا ما بعرفش العب عرضيات، او حتى لو لعبت عرضيات محدش هيستفيد بيها اي حاجه. فمن الاخر المهاجم اصبح دلوقتي القطعه اللي انت مستنيها، لان الراجل اللي جاي ده بيلعب مهاجم صندوق، وهيفضل جوه الصندوق ومش هيخرج منه. يعني من الاخر علي معلول اكل عيشه ابتدى النهارده. تقدر تقول كده ان اكل عيش علي معلول ابتدى النهارده في الاهلي. محمد هاني يظبط عرضياته علشان اكل عيشه هو كمان ابتدى النهارده. اي حد هيلعب عرضيه للراجل ده
هيبقى اكل عيشه ابتدى النهارده. ده بالنسبه لملف المهاجم. بالنسبه لكولر بقى ذات نفسه، انا متوقع بقى النجاح بزياده ليه للراجل، لان زي ما قلت لك وجود مهاجم هيخلي انت عندك متعه اكتر، ان انت بتتفرج على اهداف اكتر ومبسوط اكتر من النادي الاهلي. ده رقم واحد. رقم اتنين، ان الراجل اثبت لك معمليا السنه اللي فاتت ان كان في لعيبه مش موجوده رجعت تاني على الخريطه، وان انا قادر ان انا اطور مستويات اللعيبه واخليها ثابته لفترات طويله. تعال نتكلم في عجاله كده. يعني عندك اكرم توفيق ربنا يرجعه لنا بالسلامه بعد ما اصاب بالصليبي، بعديها كمان كريم فؤاد صليبي، فبالتالي ما بقاش عندك غير محمد هاني هيلعب في المكان ده، وجبت خالد عبد الفتاح يلعب وراه في يناير. الاثنين مستواهم ثابت. محمد هاني اللي كان موسم قبل كده موسم كارثي، الموسم اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي هو موسم من احسن مواسم اللي لعبها محمد هاني في حياته. غير اصلا ان كريم فؤاد اللي اتصاب يا عيني بصليبي ده كان بقى وينج هايل، وكان بقى مفتاح كبير جدا ومهم جدا بالنسبه لمارسيل كولر، وكل الناس كانت بتشيد بيه. غير زياده على كده بقى بيرسي تاو وحسين الشحات اللي انت كنت بتقول للاداره مشيهم، الراجل ده غير وجهه نظرك دلوقتي، بيقول لك ايه، لا دول اتنين من اهم نجوم الفريق. هتحط كمان عليهم بقى اللي كان اساسا موقوف 6 شهور ورجع من اول دقيقتين كان موجود في الملعب كان بيجيب جول، كهربا عمل موسم متميز جدا، ومع كولر تألق بشكل كويس جدا. ووجهه نظري وجود مهاجم تاني مع كهربا هيدي لك اوبشن انك تلعب شويه كهربا على الوينجات، ممكن تستفيد بيه الحته دي، وهتدي له اوبشن مهم اللي هي المنافسه، ان يحس كهربا ان مكانه بقى صعب، فبالتالي يبذل مجهود اكتر لان تركيزه قل شويه في نهايه الموسم. فانا اتوقع ان شاء الله الموسم ده الموسم الاهلي هو موسم متكرر للي حصل السنه اللي فاتت، ولكن بكره امتع. لو عجبك الفيديو يا ريت تشترك على القناه وتدينا لايك الحلو على الفيديو ده. اللينكات بتاعت السوشيال ميديا بتاعتنا كلها موجوده تحت، يا ريت تروح تشترك عليها. اشوفك الحلقه الجايه، والسلام عليكم.